السلام عليكم، معانا انمي جديد لسه نازل النهارده. تخيل تكون حياتك مملة جدا وشغال مندوب توصيل ديليفري يعني يا جماعة زيه، وفجأة كده تنتقل لعالم جديد وبترجع طفل من اول وجديد، وبتكون ابن عائلة ملكية وانت اللي بتحكم المملكة بالكامل، وبتكون ذكي جدا وفي عالم كله سحر، والسحر هنا اهم حاجة. بس للأسف الحلو ما بيكملش وبيجي معاه تقييم السحر، وانت بتكون من غير سحر قوي، والملك اللي هو أبوه بيكون عايز يقتلك لأنك بقيت حسالة وعار على العيلة الملكية. وكفاية كده حرق، ويلا نبدأ. وبنبدأ ببطلنا وهو بيفتح عينه وبيلاقي ايديه صغيرة. ايه ده؟ هي صغرت امتى؟ وبينزل من على السرير بيلاقي مدينة كاملة وجبارة. ايه المملكة دي؟ انا جيت هنا امتى؟ وفي واحدة بتنادي عليه من الخدم بتقوله فان سما، المكان ده خطر عليك، انت لسه صغير. وبيقول لها اسف، المكان كان جذاب جدا. وهي بتتصدم. ايه ده؟ انت بتعرف تتكلم؟ انت عمرك سنتين بس وصاحبنا مصدوم سنتين. وعمال يفتكر حبة ذكريات بس مش عارف يجمع حاجة عدلة، ومش فاكر غير حياته السابقة قبل ما يموت، لأنه مات في حياته السابقة. وبيقول لها انت اسمك تيل صح؟ فبتقول له طبعا يا مولاي، أنا خادمتك تيل. وبيقول لها تمام أوي يا تيل، احنا بقى فين وانا ابن مين وفي ايه بالظبط؟ انا كل اللي انا فاكره اسمي. وطبعا بتشرح له. بعدها بنشوف ابوه هو الجلبابول، وهو عنده 4 أطفال. الأول اللي هو مورشيا، وده الابن الكبير وهو الأمير، والابن التاني هو يارد، والابن التالت اللي هو السيست. وطبعا ما تنسوش بطلنا اللي قاعد ما بين البنات، ابن المحظوظة، وبيقول أنا شكل حياتي هتبقى نعيم في نعيم. إيه الجمال ده؟ أنا يا ريتني مت من زمان. وأبوه بيسأل يارد هتدرس إيه النهاردة؟ فبيقول له إن هو هيدرس السحر. وبيسأل اخوه التاني يا سيست انت هتعمل إيه انت كمان؟ فبيقول له انا هتعلم انا كمان السحر وفنون القتال. وبيسأل بطلنا وبيقول له انت هتعمل ايه بقى النهارده؟ فبيقول له ان انا هدرس التاريخ النهارده والثقافة بتاعت البلد. فبيضحك. انا شكلي دلعتك كتير ولا؟ يلا عادي، انت كده كده ابن زوجتي الراحلة، انت اكيد اول ما تتم سن التامنة ونقيم سحرك هتكون ملك سحر النار. انت عندك سنتين وبتعمل حاجات جبارة. انت ابن زوجتي الراحلة ميرا، مستقبل عيلة فيرتيو الملكية ما بين ايدك. ومن الواضح ان السحر هنا اهم من العائلات النبيلة شخصيا. واهم حاجة عندك تكون ضمن 4 قوى في السحر، وهي النار والماء والهواء والارض. وبعد لما بيقعد يدرس بيقول لها هو ليه مفيش غير ميناء واحد؟ هو مفيش ميناء غير ده؟ فبترد عليه لان في وحوش في كل مكان في المملكة عندنا وفي البحر، وده المينا الوحيد اللي احنا مأمنينه. وبنعرف ان في اجناس كتير قوي زي البشر، الف اجسام وكده. وبيقول لها بالراحه عليه يا بنتي، ده طفل لسه، وبتعتذله وبتنحني له. بس صاحبنا بيقول لها لا عادي، خدي راحتك عادي يعني. وبيسالها هو في ادوات سحريه في العالم ده؟ فبتقول له بلورات سحريه واحجار كريمه ومعادن، في حاجات كتير قوي. وكبير الخدم بيخش عليه اللي هو سباردا، وبيديله كتب كتير قوي، بيقول له ان هو هيعلمه الفتره الجايه. وبيخاف منه قوي. بطلنا بيقول له طب اهدى بس، اهدى انا ما بعرفش اقرا كتير يعني، انت بتديله كتب كتير قوي كده ليه؟ فالخدام بيسأله 2 زائد 3 كام؟ فبيرد عليه 5. فالمعلم بيقول له عظيم، انا من هنا ورايح انا المعلم بتاعك، سيبك من جو ان انا خدام. وبيطلع عينه سنتين كاملين، ودلوقتي بقى عنده 4 سنين، وبنشوفه بيتدرب على فنون السيف. وطبعا بيخسر من الخدامة تيلو، بيقعد يجري وراها وبيهزر معاها. فالخدامة التانيين بيقولوا له استنى انت بتعمل ايه؟ وبيمسكوها انت لازم تتعاقبي او تتقتلي. وبتعيط وبطلنا بطرف صباعه بيضربها. وبيكملوا انه ما ينفعش حاجة زي دي تحصل تاني، لان هو نبيل من العيلة المالكة وما ينفعش يهزر مع حتة خدامة. ثانية واحدة يا جماعة بس، انت عملت لايك يا صاحبي؟ يا اختي يعني في لايك جميل، تعليق، قول لي لو اسلوبي مش عاجبك، عايز نعدل اي حاجه قول لي عليها علشان اعرف. ويلا نكمل. بعد فتره لما بيتم من 5 سنين، صاحبنا بيبقى لهلوبه في استخدام السيف، وبيهزم خصومه بكل سهوله، اللي للعلم هم اكبر منه في السن. والكل طبعا مصدوم من قوته، وكمان مصدومين ان هو بيتكلم معاهم عادي عكس اخواته التانيين اللي ما بيردوش عليهم حتى. ونائب الفرسان بيجيله بنفسه وبيبص على ايده، وبيكون مستغرب ان ما فيهاش اي خدوش خالص والنعمة، على الرغم ان هو بيتدرب كل يوم. بيقول انا عرفت ان سباردا حاطط عليك، بيديك كتب ويدرس لك اكتر من سنك ب3 اضعاف.
وبيتصدم والتاني فرحان أوي وبيقول له طب ما أنا ممكن أخلّصك من سباردة شخصيًا بإن أنت تختار تبقى شغال معايا أنا، وأنا اللي أدرّبك على فنون السيف، وسيبك بقى من جو الكتب والهبل ده. بس بطلنا بيقول له لأ، أنا هادرس كتير أوي، وكمان هاتعلّم السيف معاك ما تخافش يعني. فبيقول له إن هو هيدرّبه بالراحة، وطبعًا بيكدب عليه وبنشوفه في التمرين بيطلّع عينه بيخلّيه يلوّح بالسيف 1000 مرّة كل يوم، ويفكّر كمان إنه يخلّيه يتدرّب في وقت الراحة، وبيقول ده شيطان ده والّا إيه بالضبط. والخدامة بتجيب له فوطة وبيفكّر أنا لولا البنات اللي هنا دي أنا والله كنت مشيت وسِبتها لهم. ولمّا بقى عنده 6 سنين بقى عبقري والمملكة كلّها بتتحكى باسمه، وسباردا مطلّع عينه برضه هو والقائد بتاع الفرسان. وأول مرّة في حياته بيقول لتيل أنا عايز أخرج زي الأطفال، سيبوكوا بقى مني أنا زهقت. بطلنا نفسه يتفسح، فبتاخده للسوق وتفرجه وتقول له دي مملكتك يا مولاي، وبيكون فرحان قوي ان هو بيشوف ناس. وبنعرف ان اللي وراه دي هي مؤسسة ماري التجارية عندها فروع في كل المملكة. ومرة واحدة بدون اي مقدمات بيلاقي راجل كبير بيجر عبده وراه بيقول لهم انتوا بتتفرجوا على ايه يا حسالة. وبطلنا طنش كل كلامه بيسأله انت بتعمل ايه، فبيرد عليه انت مالك ابني وداخل ابيعه. والفقراء هنا بيبيعوا اطفالهم عشان الفلوس وبتخش واحدة ايه ده هو ده ابن المركيز العبقري، والمركزي هنا هو حاكم المملكة. والخدامة بتقول لها اكيد بتقعد تلعب فيه كتير كده، والتانية بتعرض عليهم ان هم يتفضلوا في المؤسسة بتاعتها واسمها هو روزال. بس بطلنا بيسألها بما انك تاجرة قيمة العبد ده كام، فبتسأل السحر بتاعه ايه، فبنعرف ان هو السحر السرقة. فبتقول له ده 3 عملات فضية ده فقشر وحسالة ما عندوش سحر حتى، مفيش غير 4 قوى في السحر غيرهم مفيش أي حاجة مهمة، وهما النار والأرض والماء والهواء. وبنرجع تاني للعجوز وهو بيضرب ابنه علشان رخيص جدا وبيجر وبيقول له يلا نروح سوق تاني. بس بطلنا بيعرض عليه 5 عملات وبيشتريه، وبيقطع الحبل وبيقول له اسمك ايه، وبيرد عليه كمسين ويقول له انت حر دلوقتي يا كمسين امشي. والكل مستغرب يمشي امال انت جبته ليه من الاول. وبيكمل انت ما عندكش مكان تحب تيجي تعيش معايا. في واحد من الحرس بيقول له مستحيل يخش القصر الا كعبد، المركيز مستحيل يوافق. فبيقول تمام اوي روزال هاتيله اللبس، وهي بتفعل ختم العبودية عليه بالمجان لأول مرة، وطبعا علشان ده ابن المركيز. بس الغريب ان هو بيشكرها وبيتكلم معاها عادي وهي بتطلع فوق وبتكون فرحانة قوي. نبيل بيشكرني. بعد فترة كمسين بيكون شغال معاه وبيقول له قائد الفرسان على الباب بره يا سيدي. بس بطلنا بيرسيه وبيديله اكل وبيقول له قول له مش موجود وخد دي كلها. ويطلع بره بيقول له فان سما مش موجود. بس قائد الفرسان فاهم اللقطة ومستغرب انا شايفه داخل. وايه ده ايه الاكل اللي عليك ده هو رشاك؟ فبيقول له لا رشا مين انا مستحيل اترشي وبعدين انا عبد المأمور فيعني بالراحه عليا انا بره عني. فبياخده هو مكانه يقول له يلا ادربك. وطلع بيبص من الباب وبيقول له انا اسف يا كمسين بس والله ما قادر اتدرب النهارده. وبيجي اليوم المنتظر اللي هيتقيم فيه السحر، وبطلنا عنده 8 سنين دلوقتي والكل مستني اللحظة الجبارة. وبنعرف ان عيلة فيرتيو عندهم سحر النار والرياح ومشهورين جدا بسحر النار. بس المشكلة هنا انه بيطلع عنده سحر الانتاج بس اللي هو ملوش اي لازمة، وكل مستغرب حتى ابوه الملك ازاي انا ومراتي عندنا سحر النار، ازاي نخلف واحد بلا سحر، ده كل اللي هيعرف يصنعه حبة سيوف ومجوهرات وحاجات تافهة. انت هتدافع عن المملكة بتاعتي ازاي؟ وبيمسك سيفه علشان يقتله انت حسالة يالا. بس اخوه الامير موريشيا بيقف قدام الاعدام بتاعه وبيقول لا مش هيموت النهارده لان انا عايزه في مصلحه كبيره جدا هتفيدنا كلنا، لان في قريه بتاعتنا على الحدود ضمناها من فتره قريبه ومش عارفين نحكمها اصلا لان هي على الاطراف ما بين مملكه تانية وهي مملكه يالينيتيا ومليانه بالوحوش وما بتنتجش اي حاجه. بس لازم القريه دي تفضل تحت طعنه علشان ما تقعش للمملكه المنافسه لينا. فابوه بيوافق لان هو مستحيل يبعت اي حد من عياله ويموت هناك، فيبعت الحسالة ده لو انقذ الموقف ورجع القرية دي للمملكة ووقف تمدد المملكة المنافسة ليهم فخير وبركة. لو راح واتهزم ومات
أو يتقال إنه ابنه مات في المعركة من غير ما يعرف أي حد إنه أصلا ما كانش عنده سحر، عادي فارس ومات في المعركة زي أي فارس بيموت. وفي نفس الوقت القرية دي شكلها تنفصل عننا، فلما ابعت واحد من أبنائي يبقى الكل هيعرف إن مستحيل تنفصل، وإن هي لسه خلتني استفاد من حتة حسالة كنت هقتله، والناس هتقول إن أنا قتلته لأنه ما كانش عنده سحر أول ما تم ال8 سنين والتقييم بتاع السحر بدأ. خلوا الموضوع ده سر وابعتوه يموت هناك. انت هتبقى الملك على القرية التافهة الزبالة دي يا حسالة، يا ترجع لي الجثة ميت يا توقف تمدد المملكة المنافسة لينا، وهتكون ملك حتة قرية حسالة مش عايزها وتابعة للمملكة، وابعت الجزية كأي قرية وكأي واحد مندوب لينا هناك. وبعديها اخوه بيركع له بيقول له انا اسف بس والله العظيم ما لقيتش اي حل تاني قدامي غير كده، انت كنت هتموت. وعموما بما ان الامير هيساعدك من بعيد لبعيد من غير ما ابويا يعرف، وبيلم حاجته وبيكون فرحان جدا ان هو لسه عايش اصلا، لا وكمان ايه هيبقى ملك على قرية، يا دي تحفة، ده انا كنت بتاع دليفري. وبنعرف ان ابوه امر انه يروح من غير ولا فارس، بس اخو استأجر له 10 مغامرين، وتيل بتهرب وبتيجي معاه وتقول له انا ما عنديش حد بحبه في حياتي غيرك، وقائد الحرس كمان بيجي بس بطلنا طبعا مش عايزه وبيحاول يهرب منه اساسا، وهو طبعا بيخالف الاوامر وبيجيب كمان 2 معاه اللي هو ارب واللو. لا ومش كده بس، سباردا اللي هو كان بيعلمه وقدم استقالته وجي كمان معاه وجاب كمان معاه الكتب. بطلنا هيتقرف حتى في القرية، وبنعرف ان ابوه ما حطش شعار حتى على العربيات عشان الموضوع كله يبقى سر، بس قائد الفرسان فضح الدنيا وعلق يفط وخلى كمان الناس تيجي تهتف له كأنه اساسا طالع مهمة وراجع تاني. وللاسف هنا يا جماعة بنكون خلصنا الحلقة دي، ولو الانمي ده عاجبك ممكن نكمله عادي خالص، لو مش عاجبك برضه قول لي، ويا ريت يا ريت يا ريت تقول لي لو في اي حاجة متضايق منها وانا بقول حاجة غلط او حاجة، فيا ريت تعرفني عشان اعدلها. ويلا سلام. ثانية واحدة يا جماعة بس، انت عملت لايك يا صاحبي؟ ها يا اختي، يعني في لايك جميل، تعليق، ويلا سلام.